كيبدا الفيلم ديالنا بموجة كبيرة قلبت قارب وسط البحر، وكنشوفوا 4 ديال الرجال متشبتين بالقارب وكيتقاتلوا باش يبقاو على قيد الحياة في وسط عاصفة قوية والبرد والشتا خيط من السماء، وهما على هاد الحالة تقريبا أكثر من 13 ساعة. هاد الكابوس البداية ديالو كانت بسيمانة من قبل، وهنا كيبان لينا نيك الخدمة ديالو مونيتور ديال السبور في واحد الكلوب معروف في فلوريدا، كيجيو ليه غير الشخصيات المشهورة واللاعبين ديال كرة القدم الأمريكية NFL. وبحكم الخدمة ديالو ولا صديق مقرب لجوج لاعبين، واحد سميتو ماركي والثاني سميتو كوري. الحصص ديال لونطرينمون كيدوزو قاسحين، ولكن واخا هكاك كاين وسطهم الضحك والنشاط. واحد الليله تجمعوا باش يتعشاو ويدوزوا وقت زوين مجموعين. ويل صاحبنا كنروح بالروح وصل معطل وقال لهم بلي جراو عليه من الخدمه. كلشي تعاطف معاه وبقى فيهم وعرضوا عليه باش يمشي معاهم في رحله الصيد السيمانه الجايه باش يبدل الجو. نهار السبت ويل مع النبوري مشى لدار نيك ووجد 40 ساندويتش على حساب الرحله، ومن بعد خرج هو ونيك ومشاو لعند ماركي. ملي وصلوا شافوا القارب اللي غادي يمشيو فيه، والدار كانت مرونه حيت كان كيستعد باش يرحل لاوكلاند سيتي حيت جاتو خدمه تما. وقال لهم باللي ما حاملش يمشي ليها حيت ما فيهاش البحر، وهو ما يقدرش يعيش في شي مدينه ما فيهاش البحر، ولكن للاسف ما كانش عنده اختيار اخر. من بعد ماركي ودع مرته وبنته ومشاو للميناء باش يبحروا، وبقاو كيهضروا على حالة الطقس وعارفين باللي عاصفة ممكن تجي، ولكن كانوا معتقدين انهم غادي يرجعوا قبل ما توصل المنطقة اللي غادي يكونوا فيها. داروا البورطابلات ديالهم في بلاستيكات باش ما يقيسهمش الماء، وفي نفس الوقت ويل كان متوتر من هاد المسألة ديال العاصفة، ولكن ماركي طمنو وقال له بلي القارة فيه جهاز الراديو وما يخاف من والو. ودخلوا وسط البحر. في الصباح ماما نيك شافت في الاخبار بلي العاصفة جاية بسرعة اكثر من المتوقع. صونات عليه باش يتحذروا، ولكن نيك كان ناشط مع صحابه كيسمعوا المزيكا وكيصيدوا وما سمعش الاتصال. زادوا دخلوا في العمق ديال البحر. من بعد كوري صيد حوته كبيره وكل شيء عجبو الحال، وهما جالسين كيهضروا سمعوا الصوت ديال الرعد والسما بدات كتكحال. عرفوا باللي العاصفه قريبه وقرروا يرجعوا. كوري حاول يطلع المرصاد ديال القارب، ولكن للاسف وحلت في الصخر وما بغاتش تطلع، وبقاو كاملين كيجروا فيها ولكن بلا فايده. ماركي ديمار القارب وكسيره بسرعه كبيره، ولحسن الحظ تفكت ومشاو. فجأة موجة كبيرة ضربت القارب قلباتو وكل شي طاح وسط الماء، وبقاو كيتقاتلوا وسط المواج حتى قدروا يطلعوا فوق القارب واخا كان مقلوب. حاولوا يقلبوا المركب ويرجعوه للوضع ديالو الطبيعي، ولكن ما قدروش. وقال لهم ويل تقدر تكون المرصات هي اللي شاداه من تحت. مارك يغطس وسط الماء وبقى كيحك الحبل مع الفرفاره ديال المحرك حتى تقطع، ولكن مع ذلك القارب بقى كيف ما كان. دازت 5 ديال السوايع وهما مازالين شادين في المركب. مارك يتفكر باللي عنده سترات النجاة في القارب وغطس باش يجيبهم، ولكن قدر يجيب غير وحده. وعاود غطس مرة أخرى وجابهم كاملين، وجاب معاهم شهب ضوئية ديال النجدة. فجأة شافوا سفينة من بعيد وبقاو كيغوتوا يطلبوا النجدة، وشعلوا ديك الفلامة على أمل يشوفوهم، ولكن للأسف ما شافوهم حتى واحد، والسفينة كملت طريقها. وباش يرفعوا المعنويات لبعضياتهم بقاو كيهضروا ويضحكوا. نيك شعل فلامة ونزل تحت القارب ولقى الساكادو اللي فيه البورطابلات. حاولوا يعيطوا للنجدة وللاسف ما كانش الريزو. في هاد اللحظه مرات نيك بقات مقلقه حيت راجلها تعطل وما رجعش للدار، وصونات على ماماه واتفقوا باش يعلموا البوليس وطلبوا النجده. وفي نفس الوقت واحد البوليسي كان كيدير دوريه ولاحظ الطوموبيله ديالهم واقفه في الميناء وبلغ خفر السواحل بالامر. في هاد الوقت الاصدقاء بربعه مازال الامواج كتضرب فيهم من كل جهه، طيحتهم فوق القارب، ولكن بفضل سترة النجاة قدروا يبقاو فوق الماء وتعاونوا مع بعضياتهم وطلعوا من جديد. وفي واحد اللحظة جات موجة كبيرة وطيحتهم كاملين فوق القارب، وكل واحد فين تلاح وما بقاوش كيبانوا لبعضياتهم بسبب الظلام والشتا اللي كانت مجهدة. ولحسن الحظ كوري قدر يرجع للمركب وطلع الفوق باش صحابه يشوفوه، ولكن ماركي تجرح في رجله واحتاج المساعدة باش يطلع. وبالرغم من هاد المعاناة قدروا يطلعوا كاملين فوق المركب. وداز 10 ديال السوايع وهما تايهين وسط البحر. ومع مرور الوقت ماركي بدا كيضعف وقال لهم الا كان مكتاب عليه يموت في البحر فهذه احسن بلاصه يقدر يموت فيها. نيك تقلق وما عجباتوش هاد الهضره وبقى كيصبر ويشجع فيه، وفكروا بالاسره ديالو وباللي مازال محتاجه ليه. من بعد وقت قصير ماركي جاتو حاله ديال الهلوسه وبقى كيتخايل وكيتوهم بنته حداه. صحابو شعلوا شعله ديال النجده وداروا عليه كاملين باش يدفيه وما يفقدش الحراره ديال الجسم ديالو. من بعد 20 ساعه في البحر رجعت الشتا من جديد، وماركي زلق من فوق القارب وبقاو مقاتلين معاه حتى رجعوا الفوق. وفي هاد اللحظات من داخل مكتب خفر السواحل بداو كيقلبوا على رسائل الاستغاثه اللي توصلوا بهم باش يحدوا المكان ديالهم،
والكابتن تيموثي رفع مستوى التأهب من إنذار عادي إلى حالة استغاثة خطيرة، وصيفط هليكوبتر باش يقلبوا عليهم، ولكن الرؤية كانت شبه منعدمة وصعيب يلقاهم في داك الجو. مرت ماركي بقات كتقلب ولقات جهاز ديال جي بي اس قديم في الحوايج ديالو، واتصلت بتيموثي عطاتو الاحداثيات اللي بقاو مسجلين فيه واللي مولف كيكون فيهم راجلها. من بعد ما دار الاسقاط ديال الاحداثيات على الخريطه اللي عنده، عطى التعليمات للطيارين باش يتوجهوا لتما. في هذا الوقت الاصدقاء مازالين متشبتين بالحياه فوق القارب، فجاه ضربتهم موجه كبيره ولحتهم كاملين في البحر. بقاو كيعوموا وقدروا يرجعوا للقارب، ولكن ماركي ما بقاش بان. بقاو كيعيطوا عليه ولكن ما بانش ليه الاثار، وبقاو كيغوتوا ويبكيو من شده الحزن. الهليكوبتر ديال خفر السواحل دازت من فوقهم. ناك شعل الضوء ديال التليفون وبقاو كيشيروا ويغوتوا بالجهد باش يسمعوهم، وللاسف الطيارين ما شافوهمش وكملوا طريقهم. من بعد توقفات عمليه البحث بسبب الصعوبه ديال البحث وسط العاصفه اللي كانت قويه بزاف، وتدخلت سفينه ديال الانقاذ سميتها تورنيدو باش تشارك في البحث. فاش طلع الصباح بقى غير ناك وويل فوق القارب، اما كوري حتى هو اختفى وما بقاش بان ليه الاثار، واسماك القرش كتحوم عليهم وكتساين غير شي واحد يطيح في الماء باش تفترسو. وباش ما يبقاوش خايفين بقاو كيشجعوا في بعضياتهم، ونيك اكد الويل بانه ما غاديش يستسلم. من بعد 24 ساعه وهما في هذه الحاله، العيال سالا معاهم. ويل بانت ليه شي حاجه بحال اليابسه وقرروا يمشيو ليها عومان، ولكن فاش نزلوا من فوق القارب ما بقى بان ليهم والو وتلفوا واضطروا يرجعوا. من بعد 30 ساعه ولا ويل ساكت بزاف وبدا كيهضر على الموت وفقد الامل. حيد سترة النجاة وزلق من فوق القارب لوسط البحر، بالرغم من المحاولات ديال نيك باش ينقذو ولكن ما قدرش. من بعد 42 ساعة نيك بقى بوحدو، فقد الامل وحل الحبل اللي كان شاد به راسو ونعس فوق القارب وكيسيل الموت. في اخر لحظة طاقم ديال سفينة الانقاذ شافوه ومشاو لعندو وتم الانقاذ ديالو. نيك نجا من الموت ولكن صحابو ماتوا كاملين، واستمر البحث عليهم لمدة ايام، ولكن في الاخير تم الاعلان عليهم كمفقودين في البحر. حتى لهنا غادي يكون تسالى الفيلم ديالنا. ما تبخلوش علينا باشتراك وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. اتهلاو.